فرحة العيد بتبدأ من هنا. أول ما نشم ريحة الكحك والبسكوت بنقول خلاص العيد قرب. فرحة العيد وتجهيزاته ما بتتنسيش. أهلا بكم حبايبي في وصفة جديدة من نواعم العيد. عملنا الكحك ونتيجته كانت جميلة. النهاردة هنحضر البسكوت بطريقة سهلة، وهنعمله من غير زبدة ولا نشادر، وبمقادير مظبوطة، وكمان هنشكله بالكيس الحلواني. الخطوات سهلة والنتيجة روعة. يلا بينا نبدأ مع بعض الخطوات. وقبل ما نبدأ كالعادة ما تنسوش اللايك حبايب قلبي، الفيديو جميل ويستاهل اللايك. يسعدني ويشرفني طبعا تشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان الكل يستفاد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا ونقول مقاديرنا. أول حاجة هنحضرها معايا 500 جرام من السمنة. السمنة تكون ساقعة خارجة من التلاجة، يعني قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل كده في وصفتنا نقوم من وزنين السمنة ومدخلينها التلاجة من ساعة لساعتين تجمد معانا، علشان خاطر لما نيجي نضربها بمضرب البيض ما تفصلش معانا. هنزل معانا ب 350 جرام من السكر البودرة. السمنة اي نوع سمنة انت حباه، سواء اذا كانت سمنة نباتي او سمنة بلدي او سمنة مخلوطة، هتديكي نتيجة جميلة وهتديكي نتيجة روعة. اتبعوا بس معايا الخطوات بالترتيب زي ما احنا ماشيين كده، وان شاء الله هيطلع معاكم احلى بسكوت عملتوه في حياتكم. هنحط السمنة 500 جرام سمنة، عليهم 350 جرام من السكر البودرة، وكمية السكر دي مناسبة جدا للبسكوتة. طعمها هيطلع مقبول ومش مسكر قوي ولا دلع قوي، طعمها مظبوط 100%. هنبتدي بقى نجيب المضرب الكهربائي بتاعنا ونضرب بقى السمنة مع السكر لغاية ما تعمل معانا قوام كريمي كده وتدينا فوم ابيض زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهم خطوة في نجاح وصفتنا النهاردة وهي ضرب السمنة مع السكر بالمضرب الكهربائي. لو انت حتى ما عندكيش مضرب ممكن تعمليها بايدك، هتديكي نتيجة برضو كويسة. وسط الضرب كده واحنا بنضرب نجيب الاسباتيولا بتاعتنا وننزل الجوانب عشان خاطر نتأكد ان السكر بتاعنا كله والسمنة اختلطوا كويس مع بعض وعملوا فوم، يبقى كل القوام بتاعنا قوام زي بعضه ما يكونش مختلف عن بعضه. هنبتدي نضرب فيها لغاية ما تدينا القوام الابيض وتعمل معانا بوز المنقار كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بعد كده بربع كوباية من الزيت، ما يعادل 50 ملي من الزيت. الزيت معانا النهاردة علشان يدينا قرمشة في البسكوتة، ما نكترش عن كده علشان خاطر البسكوتة ما تبقاش ناشفة معانا ومحجرة. ربع كوباية مناسبة جدا جدا لمقدار النهاردة. بعد ما نزلنا بالزيت هنديله ضربة كده بسيطة، وبعد كده هنبتدي ان احنا نقوم نازلين بالبيض. هننزل ببضاية بضاية، واول ما البضاية اللي احنا نحطها تختفي معانا في الخليط هنقوم نازلين بالبضاية التانية. هنزل باول بضاية ومعاها نقطتين من الفانيليا السايلة. لو انت ما عندكيش فانيليا سايلة ممكن تستعملي فانيليا بودر، هتحطي كيس فانيليا على كل بضاية. البيضة الاولانية اختفت معايا، هنقوم نازلين بالبيضة التانية وما نبالغش في الضرب علشان القوام ما يفصلش معانا. مجرد بس ان البيضة تختفي وسط الخليط بتاعنا ده هننزل ببضاية ببضاية، وكل طبعا بضاية نضربها في طبق لوحدها علشان خاطر البيض لا قدر الله ما يكونش معانا واحدة منه بايظة تبوظ لنا بقية الكمية. الحاجة دلوقتي غالية واحنا بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على الخامات ونوفر في المقادير. نزلت بقى باخر بضاية زي ما اتفقنا، كل بضاية بنزل معاها بنقطتين 3 كده من الفانيليا السايلة. ممكن تستعملي فانيليا بطعم البرتقال، هتديكي برضو نتيجة جميلة لو انت عايزاه بطعم البرتقال. هنلم الجوانب بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل معايا بربع كوباية برضو من اللبن. اللبن يكون بدرجة حرارة العين زي دمعة كده العين، ما يعادل 50 ملي من اللبن. تمام، يبقى المقادير هكتبها لكم برضو في صندوق الوصف عشان خاطر تسجلوها عندكم.
امشوا اهم حاجة بالترتيب زي ما احنا ماشيين كده علشان تضمنوا نجاح الوصفة. ما ينفعش تحطوا حاجة قبل حاجة، زي ما احنا ماشيين كده يا بنات بالترتيب عشان تضمنوا نجاح الوصفة. هنزل بعد كده بقى بالمواد الجافة بتاعتي. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، هنشيل منه كوباية دقيق. مش هنزل بكمية الدقيق كلها علشان خاطر النهاردة احنا هنشكله بالكيس الحلواني، فاحنا عايزين القوام يبقى معانا طري شوية عشان يسهل علينا عملية التشكيل. هنشيل منه كوباية واحدة بس. هنزل بعد كده بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين من بودرة الكاستر. لو انت ما عندكيش بودرة كاستر ممكن تستبدليهم بمعلقتين كبار من النشا. طب فايدتها ايه النشا معايا او الكاستر؟ النشا بتدي معايا قرمشه برضو كده للبسكوتة وبتخليها هشة، والكاستر لو هتحطيه بيدي نفس النتيجة بالإضافة إلى إنه كمان بيخلي لون البسكوتة جميل. يبقى هتحطي معلقتين نشا أو معلقتين كاستر، وبرضو هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنبتدي بقى إن احنا نقلب، ورشة ملح، ما تنسوش ذرة الملح. معلقة بيكنج باودر ما يعادل كيس من كيس البيكنج باودر على الكيلو. النهارده هنعمله بالبيكنج باودر. مادة الرفع بتاعتنا النهارده معانا بيكنج باودر، هيدينا نتيجة جميلة وهتحافظ على شكل البسكوتة وهتخلي النقشة كمان ما تتمسحش اول ما تخش الفرن. هنشيل بقى الاسباتيولا ونبتدي ان احنا نعجن في ايدينا. في الوقت ده هنتدخل بايدينا ونبتدي ان احنا نخلط المكونات مع بعض، مش عجن بقى وبوكسات وزي ما احنا بنعجن المخبوزات، لا، النواعم بتاعت العيد كلها عفوا ما بنعجنهاش بايدينا، يا دوبك بس بطراطيف صوابعنا بنقلب اللي هو ايه تخلي المكونات بتاعتنا تتجانس مع بعضها. هنبتدي ان احنا نقلب لغايه ما الدقيق يختفي معانا من العجينه نهائي. هتحسي في الوقت ده ان العجينه ملزقه ومشبطه في ايدك، هتقولي يا لهوي ده العجينه باظت مني، ده انا كده هزود ايه الكوبايه اللي ناقصه. لا، كملي للاخر، وكل ما هتقلبي فيها الدقيق هيشرب من السوائل وهتلاقي قوام العجينة معاكي بقى ممتاز. ان شاء الله مش هنحتاج لكوباية الدقيق، والمقدار اللي احنا حاطينه بالظبط بالظبط مظبوط 100%. طول ما العجينة ايدك فيها هتفضل ملزقة. هنختبرها دلوقتي وهنعرف ازاي تطلع معانا ناجحة، وان العجينة كده خلاص كده تمام ولا هتحتاج دقيق تاني. خلاص هبتدي ان انا اقلب، واول ما الاقي ان الدقيق اختفى معايا خلاص من العجينة وما بقاش باين، هنقوم بقى غاسلين ايدينا ونيجي بقى نختبر العجينة. ما ينفعش ان احنا نختبر العجينة وايدينا ملزقة بيها. طول ما هي في ايدك عجينة هتفضل ملزقة، انما عشان تختبريها لازم ايدك تبقى نظيفة وما فيهاش اي حاجة. غسلنا ايدينا ونشفناها كويس قوي. هنيجي بقى نختبر العجينة. هنحط ايدينا كده على العجينة، لو لقيتيها بتلزق يبقى هي كده عايزة دقيق، لقيتيها ما بتلزقش وايدك طالعة نظيفة يبقى هي كده تمام. هناخد قطعة صغيرة نكورها ونبصمها بايدينا، لقيناها ما شققتش يبقى كده العجينة معانا تمام. زي ما شفتوا دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك، طلعت معانا جميلة وما شققتش. هنحطها بقى في كيس الحلواني. هنجيب قمع البسكوت وكيس حلواني، ونقوم مشكلين العجينة. انا هشكل صاج وهسوي على طول عشان خاطر ما نقفش في المطبخ كتير وما ياخدش مننا وقت. عملية التشكيل سهلة جدا، احلى من المكنة، وهيطلع معاكي شكله جميل وقوامه ممتاز. اتبعوا بس الخطوات والمقادير وان شاء الله هتعملوا احلى وصفة للبسكوت. على فكرة برضو نسيت اقول لكم ممكن تستبدلوا مقدار اللبن بعصير برتقال لو انتوا عاوزينه بالبرتقال. انا مرضتش امسح اللقطة دي والقمع نزل مني كده وطلع مني عشان اعرفكم ان ممكن احنا كلنا نتعرض لموقف زي ده. يبقى لازم يكون عندكم قمع استبن تشكلوا بيه، عشان خاطر لا قدر الله القمع فلت منكم العجينة او اتقطع يبقى عندكم استبن ما تعطلوش على حاجة. الحمد لله كان عندي واحد تاني حطيته واستحمل معايا ما شاء الله للاخر. الكيس الاولاني ده بصراحة ما بيستحملش، بس انا قلت ايه نجربه يمكن نعدي معانا النهاردة ويفلت والنتيجة تطلع كويسة. هنشكله بقى زي ما انتوا شايفين كده، هيطلع معانا ما شاء الله جميل. الصاج ما بندهنوش زيت ولا اي حاجة، هيطلع معانا ممتاز.
درجة الحرارة هندخله الفرن على درجة حرارة 170 ل180 على الشبكة اللي في النص. لو انتي عندك هتسويه في فرن البوتاجاز وما تشغليش الشواية هو هياخد اللون. اما لو عندك فرنة كهربائية هتشغلي من تحت ومن فوق على درجة حرارة 170 هيطلع معاكي باللون القمر ده. وزي ما انتوا شايفين اهو اللهم بارك، طالع جميل ومقرمش ولونه ذهبي وتحفة وقوامه جميل. شايفين قد ايه البسكوتة محملة وجميلة ما شاء الله، اللهم بارك، نتيجته روعة وريحته كانت قلب البيت. عايزاكم تتبعوا الخطوات والمقادير ان شاء الله هتعملوا احلى بسكوت للعيد وتاكلوه في الهنا، وكل سنه وانتم طيبين. عملنا الكحك من قيمه يومين ونتيجته كانت جميله وروعه. هسيب لكم الفيديو بتاع الكحك في شاشه النهايه علشان تشوفوا طريقه عمل الكحك بالملبن، وهيطلع معاكم احلى نواعم للعيد هتعملوها السنه دي. كل اللي هياكلها من ايديكم مش هيصدق، وضيوفك اللي هتيجي في العيد تعايد عليكي مش هتصدق ان انت اللي عاملاه. جربوا طريقة ام جودي وان شاء الله يطلع معاكم ناجح 100%. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك لو وصلتوا معايا لغايه هنا، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا من عيني هرد عليكم. كل سنه وانتوا طيبين حبايب قلبي، وعيد سعيد عليكم وعلى امه محمد جميعا. انتظروني في باقي وصفات نواعم العيد وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه 100%. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.